السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناتكم شيوات مع نادية. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة. اقتراح نهار اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد الفطيرة تحضروها لمائدة الافطار ديالكم. شكل جديد البنات، حشوة لذيذة. هاد الفطيرة كتجي مقرمشة، كتبان بحال شكل معدلينها بالورقة وهي بالعجين الرغيفات. كتجي مورقة البنات ومقرمشة. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش نكتشفوا مع بعض طريقة التحضير والمقادير. نبداو على بركة الله. عندي هنا في واحد الاناء عامة كاس د الفينو مع 4 الكيسان د الدقيق. في المجموع عندي هنايا 500 غرام، 400 د الدقيق مع 100 غرام د الفينو. غنخليكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. كيف شفتوا معايا غربل ديك النواشف. وضعت هنايا شويه د الملح ونص معلقه صغيره د السكر، ممكن تعوضوها بالعسل، راس معلقه صغيره د الخميره وجوج معالق د زيت نباتيه. غادي نعجنوا هاد العجين ديالنا بالماء عادي. دخلت معايا هنايا كاس ونصف، ضفت الكاس الاول والكاس الثاني كنضيفو بالتدريج. كنعجنوا هاد العجين ديالنا بحال شكل د المسمن. صافي هنايا غادي نجمع غير معكم واحد شويه، غادي ندلكها على طاوله العمل. مده قصيره البنات، غير واحد 3 دقائق وغنخليوها ترتاح. الوقيته اللي غادي ترتاحنا العجينه ديالنا غادي نحضروا فيها الحشوه اولا العمارات هاد الفطيره. صافي هنايا جمعتها غير شويه كيف كتشوفوا. غنغطيها بواحد البلاستيك غذائي باش ما كتعملناش يديك الوجه. صافي وغادي ندوزو لتحضير الحشوه. هنايا عندي في واحد الزلافه عملت المعدنوس والقزبر، معلقه د التحميره مع معلقه صغيره د السكنجبير، نص معلقه د الابزار، الملح على حسب الذوق، وعصير نصف حامضه. ممكن تعملوا الخل، تعملوا 2 معالق د الخل، وزيت الزيتون واحد نصف كاس. هاد الشرموله غادي نقسموها على جوج. صافي هنايا كنحرك وغادي نضيف لها واحد ربع كاس من الماء. صافي هاد الترميله ديالي واجده باش نوضعها على الحشوات. هنايا في المقله عملت واحد شويه د زيت نباتيه وواحد البصله كبيره تكون ولا جوج متوسطين مشلضين رقاقين. كيف كتشوفوا ضفت واحد الكميه ديك الخلطه اللي حضرتها معكم. صافي هنايا على عافيه متوسطه كنشحر ديك البصله مزيان حتى كتنزل. ومن بعد غادي نضيف لها واحد شويه د الكفته. عندي هنايا 200 غرام ديال الكفته، ممكن تعوضوها البنات بالصدر د الجداد ولا تكتفيو باتون، كتبقى لكم اختياريه البنات. هنايا صافي كنديو نجيب ديك الكفته غير واحد شويه، كتعرفوا دغيا كطيب والبصله ديالنا كتكون واجده البنات. سبقنا شحرناها مزيان البنات. صافي هنايا كنحيدو ديك الحشوه كنعملها في واحد الطبسيل، وفي نفس المقله كنرد على البوطه كنضيف لها واحد معلقه كبيره د الزبده. عندي هنايا شعريه د الارز من بعد ما نقعتها في الماء 8 دقائق قد ما غليانين، وصفيتها وقطعتها طريفات صغارين بالمقص. والخلطه المتبقيه كنضيفوها على ديك الشعريه. هاد المرحله البنات وهاد الاضافه د هاد الشعريه كنلبسوها بديك الزبده وديك الخلطه كتجي لذيذه اكثر البنات حسن ما نوضعوها هيداك مباشره. صافي هنايا ضفت لها واحد راس معلقه صغيره من الحار، اختياريه البنات، ممكن تضيفوها ممكن تستغناو عليها، والقليل من الزيتون مقطع. اذا كان عندكم الزيتون كحل حتى هو ممكن تضيفوه خليط بين كحل الزيتون والاخضر. صافي واضافه اخيره ضفت لها واحد شويه د الجبن محكوك. كتخلي هاد الحشوه تجي معلكه البنات ولذيذه البنات. صدقوني هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف. تعمروا بها الفطائر ديالكم اللي بغيتو، ولا ممكن تعمروها كحشوات الورقات شكل بسيطلات صغارين، قنينطات، بريوات. صافي هاد الحشوه ديالي واجده كنخليها معكم تبرد جانبا. المده اللي غادي نشكل فيها هاد العجين ديالنا بعد ما ارتاح كيف كتشوفوا. صافي هنايا هاد العجين ديالنا راتح مزيان البنات. غادي نقسمو معكم 8 القطع، قطع يكونوا متساويين. ممكن توزنوهم البنات في الميزان باش يجيوكم قياس واحد، ولا تشكلوهم فحال هيدا عينكم ميزانكم. صافي البنات هنايا كنقطع معكم هاد العجين كنشكلها معكم بشكل د الرغيفات عاديين بلا زيت. هاد المرحله حتى نكوروهم كاملين عادي كنعملوا لهم الزيت. صافي هنايا ساهلين البنات كيف كتشوفوا. غنوضعها معكم في واحد الطبق كندهنوا شويه بالزيت باش ما يلصقش.
صافي هنايا كنكمل ديك الكويرات كاملين كنوضعوهم في ديك الاناء ونغطيهم بواحد البلاستيك باش ما كيعملناش ديك القشره على الوجه ديالها. سرعه معكم المقطع. هاد العجين بعد ما ارتاح البنات مزيونه في العمل ديالها. صافي عجين الاخير غادي نعملو شويه الزيت على الوجه ديالو وغادي نغطيه بواحد البلاستيك وغادي نشكلوه مباشره. البنات ما كيحتاجوش يرتاحوا، يعني العجين ديالنا سبق له ارتاح والعجين كتساعدنا البنات مطاطيه دغيا كتمشي معنا في سطح العمل. هنايا كنعمل واحد شويه الزيت وكنطلق معكم بشكل ديال الرغيفات. تعملوش البنات الزبده في هاد ملي تكونوا كتطلقوها دعمتو الزبده كتقطعكم العجين. الزبده كتخليوها حتى الاخير ملي كنكونوا كنتنيو هاد الفطيره ديالنا. صافي البنات كيف كتشوفوا هنايا العجين ديالي واخد حقه في ارتاح مزيان. وهنايا عندي واحد شويه د الجبن اختياري، ممكن تضيفوه ممكن تستغناو عليه. والحشوه ديالي هنايا قسمتها باش تبرد لي دغيا. صافي كيف كتشوفوا من بعد ما طلقت ديك العجين قطعتها هنايا بواحد القطعه د البيتزا. الشكل ديالها واضح البنات في الصوره. الفيديو شارح راسو بلا ما نشرحكم البنات اكثر. كنعمل واحد القياس الحشوه في واحد الطرف، كنوزع مزيان الشكل د الفورمه د البريوه. صافي كنعوطوها مزيان وكنعمل على وجه ديالها واحد شويه د الجبن وكنتنيها. ما كنعملوش الحشوه في القند ديك التقطيعه اللي قطعناها، كنعملوها قريبه شويه ليله باش كنتنيو عليها ديك العجين. ومن القاع كيف كتشوفوا كنتني عليها ديك باش ما تخرجناش الحشوه ديالنا. صافي كنستمر البنات بنفس الطريقه، كنتني وكنطلع على ديك القنيات باش ما كتخرجش الحشوه. كنستمر بنفس العمليه وحنا كنجبدوا ديك العجين. كنعملوا له شويه هنايا في هذه المرحله كنعملوا له الزبده. طريقه البنات واضحه البنات. هذا الشكل كيجي مختلف على شكل الرغيفات اللي تعودنا بهم، كيجيو مربعين كيجيو ساهلين البنات بحال الشكل د المثلث. ضحكوا عليا البنات، راجلي شافني كنعدلهم قال لي عملتي لاواش كيري كبير. صافي هذه الطيه الاخرى كنجبد ديك العجين مزيان قد ما ورقتوها البنات ما تجيش ديك العجين غليظ. ممكن تحيدوا ديك الزوائد. صافي هنايا الشكل د لاواش كيري كبيره كيف قال لي راجلي. كنكون وجدت هنايا واحد الصينيه اللي غادي ندخلها في الفران، ممكن تعملوها في مقله ثقيله د الرغايف. دهنتها شويه د الزبده. هنايا الصراحه انا بدلت ديك المقله. هاد الفطائر جاوني كبارين شويه والمقله د الرغايف عندي صغيره. كنعاود معكم المره الثانيه بنفس الطريقه البنات. كنطلق ديك الرغيفه باستعانه قليل من الزيت ومن بعد غادي نشكلها معكم. صافي كنقطعها بنفس الطريقه بقطعه د البيتزا. كنوضع الحشوه في الوسط، ماشي في الوسط يعني في الثاني الوسط باش كتبقى لي ديك شويه. كنقلب عليها ديك الرغيفه. كنعمل ديك الجبنه على الوجه ديالها. هنايا كنضيف لها شويه د الزبده عندي مذوبه. طريقه سهله البنات كيف كتشوفوا. صافي عندني معكم وكنقطع ديك الراس د الرغيفه باش كنتنيها باش ما كتخرجناش الحشوه ديالنا وحنا كنجبدو باستعانه بشويه الزبده. صافي كنكمل معكم بنفس الطريقه. الفران ديالنا هنايا كخصو يكون سخون البنات باش هاد الفطيره كتجي مورقه. كنكون سبقنا شعلناه كيسخن مزيان ومن بعد غادي نقصولو حتى كيطيب على هاد الفطيره. خاصها طيب مزيان البنات في الفران على عافيه متوسطه. من بعد ما كنكونوا نقصنا الفران باش كتجي مورقه البنات، كتدي حقه في الطياب البنات باش كطيب من الداخل ومن برا. هنايا كشفتوا معايا من بعد ما ضفت الثانيه لاواش كيري كيف سماها راجلي. رديتها في صينيه كبيره. حتى هاد الصينيه هزت معايا غير 7 القطع.
وتمنع حتى فواحد طيبتها بوحده. عندي هنايا خليط بين الزبده مذوبه نوازيط وشويه التحميره كتعطينا ديك اللون محمر كيجي مزيون بزاف. كنعملو شي البنات اصفر بيضه باش ما كيتحمروش دغيا، كيطيبوا هما كيبقاو خضر. هاد المرحله البنات كيف قلت لكم خصها تدي حقه في الطياب في الفران باش كتجي طايبه مزيانه البنات ومقرمشه ومورقه في نفس الوقت. صافي هنايا كيف شفتوا دهنتها مزيان بديك الزبده والتحميره. هذا الشكل ديال البنات، الشكل مزيون، شكل مغاير على الفطائر. صافي البنات هنايا كيف كتشوفوا من بعد ما طيبتها وخرجتها من الفران كيف كتشوفوا هنايا زوقتها معكم ديك شويه عملت لها الجبن المحكوك على الوجه ديالها ودخلتها للفران واحد القياس اللي داب فيها داك الجبن. وعندي دزك الاعشاب منسمه على الوجه ديالها. التزيين كيبقى اختياري. كتجي مقرمشه هاد الفطيره البنات. صافي كنقسم معكم واحد القطعه باش تشوفوا الشكل ديالها كيف كيجي من داخل. هنايا باقا سخونه كتجي هاد الحشوه وهاد الفطيره لذيذه البنات. نتمنىكم تجربوها فعلا وتكتبوا لي في التعاليق وتقولوا لي كيف جاكم اقتراح النهار اليوم. نتمنى يعجبكم الاقتراح اليوم وما تنسونيش من البارطاج. وشكرا البنات على التشجيعات ديالكم والمشاهده ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله. مع السلامه.